السلام عليكم. غنشارك معكم الجنيحات تاع الدجاج كيجيو معلكين معسلين ومقرمشين طايبين في الفران بطريقه سهله، كيجيو لذاذ وخطيرين غيحماقوا عليهم وليداتكم. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وفرجه ممتعه. عندي هنا 5 ديال العنيقات ديال الدجاج و10 ديال الجنحين. غادي ندوزو نوجدو لا ماريناد. عندي ملعقه كبيره ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه ديال الكمون، واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص الصويا، وعندي معلقه كبيره ديال المطارد. عندي واحد شويه ديال الكيتشاب، غير واحد المعلقه صغيره. عندي هنا لاصوص حاره، ديروا لاصوص اللي بغيتو، تقريبا واحد المعلقه صغيره. انا عندي لاصوص باربيكيو، كندير ملعقه كبيره. كنخلط هاد المكونات على هاد الشكل هذا كنحصلوا عليه. نزيد عليهم واحد فصوص ديال الثوم كنحكوهم على هاد الشكل. كنزيد شويه ديال الملح متكتروش. هنا عندي واحد شويه نص راس ملعقه ديال تومه بودر، وعندي شويه ديال الزعتر. غنخلط المكونات ونبدا نشرمل هاد الجنحين والعناك، كنبدا نلبسهم هاد الشرموله ولا هاد الماريناد مزيان مزيان. نرقدهم ونخليهم يترقدوا تقريبا واحد نص ساعه. قد ما خليتهم اكثر قد ما كيتشربوا هاد الشرموله وكيجيو لذاذ بزاف. غادي ندير لهم بحال هكا، نخلطهم مزيان باش يتشربوا ليا كاملين العطريه. نغطيهم بالسلوفان ونخليهم جانبا. هنا خديت واحد المقله اولا خذ واحد الصينيه ديال الفران، درت فيها شويه ديال الزيت الزيتون، ولا ديروا الزيت النباتي. ندهنها مزيان هكا. كنبدا نستف الجنيحات على هذا الشكل هذا. غادي نضيف لهم تقريبا من 3 ملاعق حتى ل 4 ديال زيت الزيتون، ولا يمكن لكم تضيفوا الزبده. هنا فرشت ورق الطبخ ودرت بابي الومنيوم غنسدوها مزيان مزيان. هاد الدجاج هذا ما كياخذش لينا 10 دقائق في الفران، ما تخليوش يطيب بزاف. هنا من بعد ما طاب غنهز ديك لاصوص وداك الزيت كيتخلطوا كيجيو معسلين. كنبدا ندهن بهم الجنحين على هذا الشكل هذا وغنرجعهم يتحمروا من التحت ويتقرمشوا مزيان. نفس العمليه حتى العناق حتى هما غادي ندهنهم كاملين وندخلهم يتحمروا شويه في الفران من التحت. وهذا هو الشكل النهائي، كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو مقرمشين، كيطيبوا دغيا. والاهم المذاق ديالهم كيجي خطير بزاف، ما غتشبعوش منهم. وجدوهم هكا مع الخضار سوطي ولا مبخره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.